حذر مربي النحل في المغرب من أن قرار الحكومة بتخفيض رسوم استيراد العسل من 40% إلى 5% من العشرين سيتسبب في أضرار كبيرة للإنتاج المحلي، وسيؤثر سلباً على التعاونيات والشركات. ورغم أنهم لا يعارضون الاستيراد نظراً لتواضع الإنتاج الوطني، إلا أنهم يرون أن التخفيض الكبير في الرسوم وفق قانون مالية 2025 مبالغاً فيه ويخلو بمبدأ المنافسة العادلة. وأوضح الحسن بنوبل رئيس النقابة الوطنية لمحترفي تربية النحل أن القرار يخدم شركات محدودة ويضر بالمنتجين المحليين، مشيراً إلى ممارسات مزج 10% فقط من العسل المحلي مع المستورد مما يضلل المستهلكين. وأضاف أن هذه الخطوة تهدد آلاف الوظائف وقد تؤدي إلى إفلاس التعاونيات والشركات، خاصة بعد انهيار 70% من خلايا النحل خلال سنتي 2021 و2022. وأكدت النقابة أن خفض الرسوم سيفتح الباب لإغراق السوق بالعسل المستورد، مما سيعيق الإنتاج المحلي ويضر بأرزاق أكثر من 36 ألف نحال، منتقدة سياسات تسمح بخلط العسل المحلي بالمستورد لصالح شركات احتكارية على حساب المنتجين المحليين. من أجل المزيد من الأخبار المرجو الاشتراك بالقناة.